بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم وأنا جاي صار موقف، هالموقف هذا ودي أعممه عليكم جميعا عشان تعرفون حيل العمالة مع المواطن السعودي إذا اشتغل، خاصة الشباب عندهم حيل ويمكن عشرات الحيل. اليوم بنقول لكم حيلة أو طريقة لطرق التطفيش. وقفت عند أحد محلات الكافيهات الشهيرة وأنا بالسيارة طلعت لي الموظفة السعودية، سلمت عليها وحيتني بأحسن تحية وقالت وش تبي؟ قلت أبي قهوة مطحونة من اللي عندكم. قالت يعني كافي وتبي دونت تبي شيء ثاني؟ قلت لا قهوة مطحونة. قالت طيب. جاء على طول شرحت للعامل، جاء العامل على طول فحج على الدريش الشباك وقال لي وش تبغى؟ ايش يبغى؟ قلت ما رديت عليه، خسرته. ايش يبغى؟ هذا موظف جديد. ما رديت عليه، قلت انا قلت لها الكلام ونشر بيدي، قلت لها الطلب حقي وهي تعرفه، هذا ما في معلوم. بس صديت. بعدها اسمع الموظف يقول ما في طلب، خليه يروح، هذا ما في معلوم. هي قالت لا هو يبي قهوة مطحونة وما أدري إيش برتقالية اللون. وصفت لها. المهم خذت شوي، تأخروا علي، أنا الظهر ما في زحمة وراي بالسيارة، طول يبغاني أزعل وأقول لا وش ذا العالم أنتوا تأخرتوا. أنا هادي. والله جت الموظفة وورتني الكيس، قالت هذا هو؟ قلت نعم. خذت شوي وقام يعطلها عند الكاشير وتأخر، وأنا برضو مهدي. لما بالأخير قالت لي آسفة على التأخير وجزاك الله خير إنك كلمتني أنا ما كلمته هو، لأنه يبي يبين لها. هي تقول الموظفة جديدة لكن لي أسبوع. قلت الشغلة بسيطة جدا ما يبي لها، كلها اللي عندكم حبتين دولت وقهوة نوعين ومعروفة. يعني أنا بيكم تنتبهون للسعوديين، إذا جاكم العامل الأجنبي، إذا أنت كلمته في البداية كمل كلامك معه، لكن إذا قابلت سعودي وتحدثت معه وقدمت الطلب وجاء الأجنبي قال لك إيش يبغى لا ترد عليه، قل أنا كلمت هذا ويشرح لك، ماني فاضي أقعد أشرح مرتين وش أبي، هو يقول لك وش أبي. فهاي طريقة من طرق تطفيش السعوديين وانتبهوا لها، ودائما خلوكم مع المواطن، دائما انتبهوا من حركاتهم. والحلقات الجاية راح أقول لكم عشرات الحلقات بإذن الله.